مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نوريكم طريقة مشاهدة حالة واتساب أو ستوري واتساب بدون علم صاحبها. ولكن قبل ما نبداو في الشرح ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفي هذا الشرح غادي نستعمل واتساب بيزنس وواتساب اوفيسيال ديالي. غادي ندخل واتساب بيزنس، غادي نحط أي ستوري أي صورة عندي في الهاتف باش نشرح لكم بها في هذا الفيديو. غادي نختار هاد الصورة على سبيل المثال وغادي نحطها في ستوري. كتسناو في ستوري حتى كيتم التحميل ديالو كما كتشوفوا الانستون، يعني يلا ستوري تحط مازال ما شافو حتى واحد، يعني صفر فيو باغ. من بعد هنايا باش ندير واحد التجربة صغيرة، غادي نخرج من واتساب بيزنس ديالي اللي حطيت فيه ستوري وغادي ندخل واتساب اوفيسيال ديالي. وكما كتشوفوا هنايا راه بان هذاك ستوري الانستون، يعني اللي حطيت يلاه بان دابا. ولكن قبل ما نضغط على هاد ستوري، الا بغيت انا صاحب هاد ستوري ما يشوفش سميتي طالعه في ستوري ديالو، الخطوه راه سهله جدا. كتضغطوا على الثلاثه نقيطات اللي كاينين فوق، من موراها كتضغطوا على بارامتر او الاعدادات، ومن موراها كتجيو كتضغطوا على الخيار الثالث. من بعد ما كتضغطوا على الخيار الثالث هنا كتجيو وكتلقاو هذا الخيار بالاخضر مفعل، كديروا ليه ايقاف او كديروا ليه ديزاكتيفي، يعني مؤشر قراءة الرسائل. من بعد ما كديزاكتيفيو بهذه الطريقة هذه كترجعوا للور. وهنا غادي نجيو غادي نضغطوا على هاد ستوري اللي حطيت يلاه دابا. كما كتشوفوا هذه الصورة اللي حطيت في ستوري ديال واتساب بيزنس ديالي. دابا ملي شفت الصورة كما كتشوفوا تحيد داك الاخضر، يعني صافي تشافت، يعني شفت الصورة. دابا غادي نخرج من الواتساب اوفيسيال ديالي وغادي ندخل الواتساب بيزنس وغادي نشوف واش بان سميتي في هاد ستوري. كما كتشوفوا مازال صفر، يعني هذه هي الطريقة الا بغيتو تشوفوا ستوري اي شخص بلا ما تبان سميتكم في ستوري. كما كتشوفوا صفر، يعني كيقول لي باللي مازال ما شافوا حتى واحد. وباش نشرح لكم اكثر غادي نرجع للواتساب واتساب اوفيسيال ديالي. غادي نضغط على ثلاثه نقيطات، من موراها بارامتر ومن موراها الخيار الثالث ومن موراها مؤشر قراءة الرسائل. غادي نردو كما كان قبل، يعني غادي نفعلو وغادي نرجع للستوري اللي حطيت. غادي نعاود نشوفها المرة الثانية كما كتشوفوا. ومن بعد غادي نخرج من واتساب اوفيسيال وغادي ندخل واتساب بيزنس ديالي. وانا غادي نضغط على ستوري وكما كتشوفوا بان ليا تما واحد، يعني سميتي بانت هنا باللي شفت ستوري اللي حطيت في واتساب بيزنس. كما كتشوفوا هذه هي الطريقة. يعني الا بغيتوا سميتكم ما تبانش في ستوري واتساب او حالة واتساب، ضروري خصكم ديزاكتيفيو داك الخيار ديال مؤشر قراءة الرسائل باش يمكن لكم تشوفوا ستوري بلا ما تبان سميتكم. وهذه هي الطريقة كما شفتوا راه سهلة جدا ويمكن لأي واحد يطبقها. ويمكن لكم كذلك تقلبوا الواتساب اللغة العربية باش أنكم تفهموا أكثر. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو. إلا ما فهمتوا شي حاجة خليوها لي في كومنتير، وما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.